السلام عليكم على أحلى ناس في الدنيا، قبل ما تكمّلي الفيديو عارفة أنا مين والّا لأ؟ أنا آية فاروق. النهارده جايبة لكم أسرع وأسهل مخلِّل في الدنيا، مخلِّل اللِفت وهنعمل كمان مخلِّل مشكِّل، طريقة سهلة جدًا وبعد 3 أيام بالضبط هتاكليه. يالّا بسرعة بقى نشوف الطريقة عبارة عن إيه. جِبت 4 كيلو لِفت، بصراحة مش أنا اللي منضّفاه ولا مقطّعاه، لأ أنا شارياه جاهز متقطّع ومتنضّف كده. هاعمل إيه، هاغسله كويس جدًا وأنتِ طبعًا تقدري تقطّعيه بالشكل اللي أنتِ عايزاه. هتحطّي بقى عليه معلقة ملح وتسيبيه حوالي ساعة هيتصفّي مَيّته. ليه، هاقول لِك في آخر الفيديو. بعد كده وأنا سايباه يتغسل بقى أو سايباه ينزّل المَيّة بتاعته، هاجيب كام جزراية وأقطّعهم بقى بالشكل اللي أنا عايزاه، وجِبت قرن فلفل وعندي شوية خيار برضه هاستخدمه في آخر الفيديو. هاعمل إيه؟ تعالَ أقول لِك. هاجيب بولة وأحط فيها لتر مَيّة، يا ريت ما تكونش ساقعة، تكون دافية حاجة بسيطة. حُط على كل لتر مَيّة 3 معالق من الملح، 3 معالق من الخل، طبعًا معلقة كبيرة، ومعلقة من السكر عشان خاطر يقرمش لي المخلل كده ويبقى حاجة جامدة جدًا. كل ما تزوّدي المَيّة، كل ما هتزوّدي الكمية، وبعد كده دوّبيهم كويس جدًا. هاتي بقى أي حاجة بتحطّي فيها المخلِّل، أنا هاستخدم علب بلاستيك عندي، برضه هي بلاستيك نضيفة، لو أنتِ عندِك الإزاز تمام، ما فيش أي مشكلة. هاعمل إيه، هانزّل حبّة من اللفت المتقطّع وعليهم شوية من الجزر اللي أنا قطّعته وشوية من قرون الفلفل حامية جدًا، وقطعتين من البنجر ده لو أنا عايزة اللون أحمر، لكن أنتِ لو عايزة تسيبي اللون زي ما هو أبيض كده مش هتحطّي البنجر، بس بيبقى لونه حلو أوي مع البنجر. بمجرد ما تحطّي المَيّة عليه 10 دقايق هتلاقي لونه غيّر خالص. بعد كده هانزّل عليهم شوية تاني من اللفت المتقطّع، وهانزّل عليهم المَيّة. لو لقيت المَيّة اللي أنا مدوّبة فيها الملح والسكر والخل حاساهم قليلين، هازوّد تاني وهازوّد برضه بنسب الملح والسكر حاجات برضه حسب المَيّة، يعني هازوّد نُص لتر تاني هازوّد معلقة ونُص عشان النُص لتر هاخد معلقة ونُص ملح، معلقة ونُص خل، نُص معلقة من السكر. كل ما تزوّدي المَيّة أو تزوّدي الكمية، هتزوّدي الحاجة وهتنقّصيهم تاني. بُصّوا بمسافة حوالي 10 دقايق بالضبط، ده أنا عملته من غير جزر وحاطة فيهم بنجر، اللون غيّر خالص وهيبقى لونه جميل جدًا. ماما قالت لي بعد ما خلّصت كده، قالت لي: "لو اتبقى عندِك شوية لِفْت وشوية خيار وشوية جزر وليمون بقى أو بصل أو فلفل أو أي حاجة عندِك، ما تعملي شوية مخلِّل ميكس." وأنا بصراحة ما رضيتش أزعّلها، حطيت شوية خيار، بس هي قالت لي حاجة: "الخيار هيستوي الأول." قُلت لها: "تمام." حطيت الخيار والفلفل والفجل وقالت لي: "لو عندِك بقى قشر برتقان أو أوستفندي هيدّي له ريحة جامدة جدًا، جدًا." ما زعّلتهاش وحطيت قشر الأوستفندي، وبرضه التخليل بتاعه هو نفس تخليل الليفت 3 معالق من الملح على كل لتر مَيّة، 3 خل، معلقة من السكر، وكل ما تحسي إن هو محتاج شوية من المَيّة زوّدي تاني، ده طبعًا عشان غير مُحكم، فحطيت له كيس وقفلت. بعد 3 أيام هتدوقي أحلى مخلل في الدنيا. آية فاروق.